السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد وأنا نقوم بروتيني اليومي. حبيت نهضر معاكم على حاجة فرقت معايا بزاف، واللي هي التنظيف الليلي. ملي وليت ننظف في الليل عدت نحس براحة كبيرة. نغسل الصحون ونمسح البوطاجي. كي نوض الصباح نلقى داري مرتبة ونقية. نسقى هو براحتي، مام راحتي نسقى هو براحتي، ومام نفسيتي ريحت. ولا كل شي يجيني سهل، حتى اللي عندها ولاد ننصحها بالتنظيف الليلي باه صباح تريحوا. تلقاو قاتلكم حاجة خفيفة برك. مام الخدامة تخدم بهذا الروتين الليلي. ومام نصيحة واحدة أخرى صرتوها اللي نظروا طار، ديما أسبقوا بغداكم، خلوه يطيب على نار قليلة وانتم راكم تخملوا. ما تجوا تكملوا شغلكم تلقوا رواحكم تهنيتوا من شغلكم ومن الغدا في نفس الوقت. أحسن ما تروحوا تنقوا شغلكم بعد ترجعوا تطيبوا تلقوا روحكم تعبانين فشلانين. من الأحسن ديروا كيما هاك، قلت لكم تخدموا شغلكم وغداكم راح يطيب في نفس الوقت، وبعده راكم تبدأوا تغسلوا في المواعين اللي تكونوا طيبتوا بيهم، به من بعد في وقت الغداء تلقوا بقات لكم حاجة خفيفة. المهم البنات جربوا هذا يا الروتين سمانة، وردوا لي في التعليقات إذا عجبكم ولا لا. لكم حباباتي رجعت لكم فيديو جديد. هذه يحبوها الكبار والصغار، معشوقة الجماهير. بيتزا منزلية سهلة وبنينة، أحسن من تاع برا، تنجح من أول مرة. أبقاو معايا حتى الآخر باه تكتشفوا طريقة تحضيرها. أول حاجة في إناء نديرو 2 كيسان فرينة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خمارة الخبز. نخلطو هذه المكونات الجافة، نزيدو لهم ملعقة صغيرة ملح، 2 ملاعق كبار حليب بودرة، حبة بيض، ونلمو العجينة. نتوما ديروا كاس حليب وساميكم وابداو تلموا في العجينة. أخذت كل فرينة على حساب الفرينة إذا كانت تشرب ولا لا، يعني ممكن تحتاجوا كاس حليب، ممكن تحتاجوا أقل، ممكن كيما أنا دات لي حوالي كاس إلا ربع حليب. المهم البنات راها تجيكم العجينة شوية تتلاصق، ادلكوها حوالي دقيقتين، ساعتها ترجع عادي طرية. غطوها بصاشي، ديروها شوية زيت وغطوها بصاشي وخلوها حتى تتخمر. قد تتخمر نهبطوا لها الخمير تاعها ونرجعوا نخلوها تخمر للمرة الثانية. هذه بالنسبة للعجينة. بالنسبة للحشو نحتاجو 2 حبات بصل نقطعوهم كبار، نزيدو لهم 2 حبات طماطم مسكرفجين، ديرو لهم ملح، فلفل قهوة، ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، ونديرو لهم ربع كاس ماء ونخلوهم حتى طيب. اللي عندها الرند دير الرند خاطر يجي زين، انا غير ما كانش متوفر عندي. بعدها بعد ما طيب نديرو لها ملعقة سكر صغيرة لتعديل الحموضة، نرحوها في لاشوا. كيما الحشو اللي يجي من فوق البيتزا يبقى اختياري، انتم واش تحبوا ديروا لها اللحم مفروم، تحبوا ديروا لها طون، تحبوا ديروا لها الدجاج، هذا يبقى على حساب اختياركم ورا على حساب ذوقكم. كيما انا درت لها الطون. وانا نخدم في هذه البيتزا حبيت نقول لكم بلي الطبخ في الدار راه ماشي غير اكل وخلاص، راه راحة نفسية ولما احلى حاجة كي يشتوها عايلتك كطيبيها لهم يكونوا فرحانين، وانتي ثاني فرحانة لأنك طيبتي لهم حاجة من يدك حتى لو كانت وصفة بسيطة. كي تتخدم راح يبان فيها الحب في طعمها، خير من اللي نشروهم من برا. المهم نرجعوا للفيديو تاعنا. كما قلت لكم نبداو نحلو في العجينة بواسطة حلال، نديروها على شكل دائرة، ثم ديروا كشما صفحة على شكل دائرة باه تجيكم شغل دائرة مسوية صح. بعدها نديروا لها كيما فيه هذا هنايا تحذف لي المقطع للأسف، على بها درت لكم صور فقط.
قُلت لكم نديروا لهم لاصوص تومات، باش نديروا لها الحشو كيما قُلت لكم الحشو اللي يبقى اختياري، بعدها نديروا لها الزيتون الأخضر، فرماج رابي كيما نستعمل فرماج نابولي، وآخر حاجة هي الزيتون الأسود، نطيبوها في الفرن عود سخّناه مسبقًا على درجة حرارة 180، نطيبوها من تحت وبعد نحمّروها شوية من الفوق حتى ذاك الفرماج يذوب، وهكا تكون البيتزا تاعنا واجدة. المهم البنات لعجبكم الفيديو ما تنساوناش الجيم والاشتراك في القناة باش نكمل نشارككم وصفات سهلة وبسيطة. نشوفكم في فيديو جديد وسلام. تهلاو في رواحكم وربي يحفظكم، وديروا لنا قاعدتين ما تنساوناش قاعدتين الجيم راني نشوف المشاهدات بزاف بصح الاشتراك ما كانش. سلام.